السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت الهم أخبار البورصة بتاريخ 5 أغسطس 2026، اليوم الأربعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. مساهم يستحوذ على 8.66% من أسهم رأس مال المجموعة المصرية العقارية. نشوف كده تفاصيل الخبر ده يا جماعة. قالت شركة تايكون للوساطة في الأوراق المالية أن المساهم رشيد عبد الحليم حسن استحوذ على 8.66% من أسهم رأس مال شركة المجموعة المصرية العقارية. وأضافت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم أن المساهم اشترى 34 مليون سهم بقيمة 55 مليون جنيه، بمتوسط سعر شراء 100 جنيه 59 قرش للسهم الواحد. تمام. عمومية القاهرة الخدمات التعليمية تقرر إنشاء مدرسة في رشيد الجديدة. تباين مؤشرات بورصة مصر بمنتصف الثلاثين يصعد أعلى 54,000 نقطة و700. البورصة تقر كيد أسهم زيادة رأس مال بنيان للتنمية والتجارة إلى $1,780,000,000 من 100. طب نشوف كده تفاصيل الخبر ده يا جماعة بسرعة. وافقت لجنة كيد الأوراق المالية في البورصة المصرية على كيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بنيان للتنمية والتجارة من $1,700,000,000 إلى $1,780,000,000 بزيادة قدرها نحو 170 مليون جنيه بجدول كيد الأوراق المالية المصرية أسهم. وقالت البورصة في بيان اليوم أن اللجنة وافقت على الزيادة بإصدار عدد 170 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 1 جنيه مصري للسهم الواحد، بواقع 0.10 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة. البورصة تقرر قيد أسهم زيادة رأس مال النصر للأعمال المدنية إلى 252 مليون جنيه. طب نبص كده برضه على الخبر ده. النصر عمل قررت لجنة كيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية كيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة النصر للأعمال المدنية من 210 مليون جنيه إلى 252 مليون جنيه بزيادة قدرها 42 مليون جنيه. وأوضحت البورصة في بيان مصر أن الزيادة موزعة على إصدار 42 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه واحد للسهم، بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة، تمويلا من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقا للقوائم المالية السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2025. وأشارت أن هذا الحق في التوزيع المجاني بواقع 0.2 سهم مجاني لكل سهم أصلي ينتهي للمشتري السهم بنهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026. وأضافت أنه سيتم إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة اعتبارا من جلسة يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026 اللي هو بكرة إن شاء الله. تمام. ده بالنسبة للنصر الأعمال المدنية. طب البورصة تقرر كيد زيادة رأس مال أكتوبر فارما إلى 240 مليون جنيه بأسهم مجانية. طب أكتوبر فارما. وافقت لجنة كيد الأوراق المالية في البورصة المصرية على كيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة أكتوبر فارما من 300 مليون جنيه إلى مليار جنيه. وقالت البورصة في بيان اليوم أن اللجنة وافقت على كيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 120 مليون جنيه إلى 240 مليون جنيه بزيادة قدرها 120 مليون جنيه بإصدار عدد 12 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 10 جنيه للسهم الواحد، بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي قبل الزيادة.
وأوضحت أن الزيادة تأتي تمويلا من حصة المساهمين في توزيع الأرباح وفقا للقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وأشارت البورصة إلى أن الحق في التوزيع المجاني بواقع سهم مجاني لكل سهم أصلي لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026. وافقت اللجنة على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 6 أغسطس 2026 اللي هو بكرة إن شاء الله. تمام، ده أكتوبر فارما. طيب مصر، ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 56 مليار جنيه بنهاية يوليو. مجلس إدارة النصر للأعمال المدنية يقترح زيادة رأس المال عبر اكتتاب نقدي. طيب هنشوف كده بقى تفاصيل الخبر ده. وافق مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 252 مليون جنيه إلى 453 مليون جنيه بزيادة قدرها 201 مليون جنيه. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة مصر اليوم أن زيادة رأس المال ستتم عن طريق اكتتاب نقدي لقدام المساهمين قدرها جنيه واحد وبدون مصاريف إصدار مع قيد وتداول الحق منفصلا عن السهم الأصلي. أن المجلس اعتمد نموذج تقرير إفصاح بغرض الزيادة وفقا لأحكام المادة 48 ووفقا على تفويض العضو المنتدب في السير بإجراءات الاكتتاب والنشر بالإضافة إلى دعوة الجمعية العامة غير العادلة لتعديل المادة 6 و7 من النظام الأساسي للشركة بعد إتمام الاكتتاب. تمام. تباين مؤشرات بورصة مصر في التعاملات الصباحية الثلاثين يتجاوز 54,800 نقطة. النصر الأعمال المدنية تحول الخسائر خلال النصف الأول من 2026. البورصة تقرر قيد أسهم زيادة رأس مال جهينة إلى مليار بوينت 47% من 100. طيب نشوف تفاصيل الخبر ده بسرعة يا جماعة. جهينة. وافقت لجنة قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة جهينة للصناعات الغذائية من مليار بوينت 18 من 100 جنيه إلى مليار بوينت 47 من 100 جنيه بزيادة قدرها 294 مليون جنيه. وقالت البورصة في بيان اليوم أن الزيادة الموزعة على نحو 294 مليون جنيه سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم بواقع 0.25% سهم مجاني لكل سهم أصلي توزع كأسهم مجانية تمويلا من رصيد الاحتياطي الناتج عن الاندماج الظاهر في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2025. وأوضحت أن الحق في التوزيع المجاني بواقع 0.25% سهم مجاني لكل سهم لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء 5 أغسطس. ووفق اللجنة على أن تدرك أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على أسهم الشركة بدءا من بداية جلسة تداول الخميس الموافق 6 أغسطس اللي هو غدا إن شاء الله. ده بالنسبة لجهين. أرباح إسباير كابيتال ترتفع 74% خلال الربع الأول من 2026. مدينة مصر تسند أعمالا ب462 مليون جنيه للنصر للأعمال المدنية. أرباح جهينة ترتفع 77% خلال النصف الأول من 2026 بدعم المبيعات. صافي أصول الصناديق بالعملات الأجنبية ارتفع إلى 16 مليار جنيه بنهاية يونيو. أرباح يوتيوبيا للاستثمار العقاري تقفز إلى 9.4 مليون جنيه في النصف الأول. مساهمة تتخرج من رأس مال إليكو بقيمة 58 مليون جنيه. 3 أسهم تقفز 20%. أبرز الرابحين والخاسرين ده بتاريخ امبارح يا جماعة الخبر دون. وعلى صعيد الأسهم مرتفعة تصدرها جالاكسو ومطاحن ومخابز الإسكندرية المهندس للتأمين الصعود بنحو 20%. ده الكلام ده كان امبارح.
مساهم يبيع 1,250,000 سهم في العربية للصناعات الهندسية بقيمة 18 مليون جنيه. طيب احنا كده يا جماعة يعتبر غطينا معظم أخبار اليوم. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.